هل عمرك حسيت إن في حاجة هتحصل بس قبل الحاجة دي ما تحصل فعلا؟ هتقولي شيخ؟ هتقولي ليه بتعرف الغيب؟ هقولك لأ، دي قصة حقيقية حصلت في واحدة من أغرب القصص اللي تخليك تفكر ده ممكن يكون حقيقي. بس اللي حصل لي حاجة أغرب من كده بكتير. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول. كنت قاعد لوحدي في أوضتي، الساعة كانت حوالي بعد منتصف الليل. الموبايل كان في إيدي بقلب في الصور القديمة، وده بيحصل لما بيبقى عندك وقت فراغ، عادي جدا. فجأة جالي إشعار تم حفظ صورة جديدة. استغربت، أنا ما صورتش حاجة. فتحت الاستوديو أدور في الصور ولقيت صورة غريبة. الصورة كانت ليا واقف في شارع ضلمة وباصص قدامي بخوف. بس المشكلة أنا عمري ما رحت المكان ده قبل كده ومتصورتش في أجواء زي دي. أصلا مكان يخوف. في الأول قلت يمكن صورة قديمة وأنا نسيتها، بس حاجة واحدة خلتني اتجمد في مكاني. في الصورة كان في عربية جاية ناحيتي بسرعة، قريبة جدا. قلبي بدأ يدق بسرعة وبدأ عقلي يفكر في الموضوع. هو ايه ده؟ عدى شوية وقت والساعة وصلت ل3. فحاولت انام بس معرفتش. بقالي اكتر من 3 ساعات عقلي ما بيعملش حاجة غير انه بيفكر في الصورة دي. الصورة فضلت في دماغي لحد ما غلب عليا النوم. صحيت تاني يوم مرعوب. نزلت من البيت ومجرد ما وصلت آخر الشارع اتصدمت. نفس المكان، نفس الشارع، نفس العمود، نفس كل حاجة. وقفت مكاني ودماغي بقت بتربط الأحداث. ده نفس اللي شفته في الصورة على موبايلي. طلعت الموبايل بسرعة وفتحت الصورة. يمكن عقلي هو اللي مخليني حاسس بانه نفس المكان. ايدي كانت بتترعش. لقيت صوت فبصيت قدامي، اتفاجئت. عربية جاية بسرعة عليا، نفس العربية. في اللحظة دي الموبايل اتهز في ايدي. ببص عليه لقيت صورة جديدة. فتحتها بسرعة
وكانت الصدمة الصورة الجديدة كنت فيها واقع على الأرض، والعربية واقفة جنبي. رجعت خطوة لورا بسرعة، قلبي كان هيقف. يعني الصورة دي من المستقبل؟ بصيت العربية كانت قربت جدا، جريت، فضلت أجري بأقصى سرعة والعربية ورايا لحد ما العربية عدت جنبي فعلا، بس ما خبطتنيش. وقفت وأنا بنهج، أنا بخير. وبصيت للموبايل، أنا كده غيرت اللي هيحصل صح؟ بس فجأة جالي إشعار جديد: تم حفظ صورة جديدة. فتحتها وإيدي بتترعش أكتر من الأول. يا ترى إيه اللي في الصورة؟ الصورة بتحمل وأنا مش قادر أستنى، فضولي مموتني. أصل عارف لما تبقى شايف مصيرك في صورة، ده إحساس مرعب لأقصى درجة. الصورة حملت وكانت أنا واقف وببص للموبايل زي دلوقتي بالظبط. بس المرعب كان في حد واقف ورايا، مش باين وشه، شبح، مش باين أي معالم. ده شخص ولا ظل ولا إيه؟ واقف قريب جدا مني. الأحداث سريعة جدا. حسيت بنفس ورا رقبتي بارد تقيل. جسمي أشعر. الصورة وقعت من إيدي، قصدي الموبايل وقع من إيدي. لفيت ببطء، بصيت ورايا، ما كانش في حد. نزلت ابص على الموبايل اللي وقع مني على الارض، لقيت صورة جديدة ظهرت. الصورة دي كانت موبايلي واقع على الارض وفي ايد ماسكاه، بس الايد دي ما كانتش ايدي. حاسس هيغمى عليا من الرعب. لقيت صوت غريب جاي من كل اتجاه في نفس الوقت، بيهمس في ودني: احنا في كل مكان جنبك. بعدها الصور اللي كانت بتجيلي ما بقتش موجودة وملهاش اي اثر. ومن يومها وانا مش عارف انا نجيت ولا لسه، بس قاعد مستني الصورة الجاية.
ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان تسمع قصص فعلا حقيقية.